اكيد سألت نفسك قبل كده يا ترى ليه في ناس بتنجح بسرعة وانت لسه واقف في نفس المكان مع انك بتشتغل كتير؟ الحكاية مش انك مش شاطر، الحكاية انك بتعمل حاجات صغيرة كل يوم وهي دي اللي بتعطلك. النهارده هقولك على 8 اخطاء كلنا بنقع فيهم، لو بطلتهم اضمن لك ان حياتك هتتغير باذن الله. بس قبل ما نبدا ما تنساش تدوس لايك وقول لي في الاخر انهي غلطة كنت بتعملها. الغلطة الاولى انك بتستنى اللحظة الصح علشان تبدا، تقول لما يكون معايا فلوس، لما اتعلم اكتر، لما مش عارف ايه. بس الحقيقة اللي عاوزك تعرفها ان اللحظة المثالية اللي انت مستنيها دي عمرها ما هتيجي. الناس اللي نجحوا بدأوا بأي حاجة. مارك زوكربيرج بدأ من أوضته، سارة بلانكي بدأت بشوية فلوس، بس الفرق الوحيد بينك وبينهم إنهم هم بدأوا وإنت لسه بتفكر. فأنت كمان ابدأ من مكانك بأي حاجة معاك، المهم إنك تبدأ، مش دايما تبقى جاهز ومش متحرك. تاني غلطة هي إنك بتقارن نفسك بالناس، كل ما تشوف حد ناجح تقول أنا مش زيه، بس أنت مش شايف تعبه ومشاكله، أنت بتشوف بس النتيجة مش الرحلة اللي هو مشيها. الأفضل إنك تقارن نفسك بنفسك، كنت فين امبارح وبقيت فين النهاردة، وهو ده المقياس الصح. وكمان قلل السوشيال ميديا اللي بتحبطك وتابع ناس تديك امل وطاقه. الغلطه الثالثه انك بتقول ايوه لكل حاجه حتى لو الحاجه دي مش مهمه ليك، زي ان حد يطلبك تطلع معاه وانت تعبان تقول له ماشي، او طلب مش مهم تقول تمام، بس كل موافقه ليهم بتضيع منك وقت وطاقه. الناس الناجحه هي اللي بتعرف تقول لا، بس قبل ما توافق اسال نفسك الحاجه دي هتفيدني او هتقربني من هدفي؟ لو لا اعتذر بادب وخليك على طريقك. الغلطه الرابعه هي انك بتشتغل جامد بس مش ذكي، تتعب وتسهر بس مفيش نتيجه. طب ليه؟ السبب انك مش بترتب اولوياتك. تعال اقول لك على قاعده اسمها 80 ل 20. يعني 80% من النتائج اللي بتيجي من 20% بس من المجهود اللي انت بذلته. في حاجات قليله بس فرقها بيكون كبير. ابدا يومك بثلاث حاجات بس وبلاش تشتت نفسك في مليون حاجه. الغلطه الخامسه هي انك مش بتستثمر في نفسك، بتصرف على لبس وعلى خروجات بس مش بتصرف حاجه على التعليم. قول لي لو فاكر اخر مره اشتريت كتاب او خدت كورس كان امتى؟ خلينا متفقين ان الاستثمار في نفسك ده ما بيروحش. وارن بافيت قال كده بالنص: خصص جزء من وقتك عشان تتعلم فيه وسيب كل يوم ساعة تتعلم فيها، بعد سنة هتكون شخص تاني خالص. الغلطة رقم 6 انك بتخاف من الفشل، تفضل تقول لنفسك طب لو فشلت، طب لو اترفضت، فتقرر انك ما تجربش اصلا. وهو ده الفشل الحقيقي بعينه. الناجحين بيغلطوا وبيتعلموا. في واحد اسمه مايكل جوردون قال انا فشلت كتير في حياتي وده سبب نجاحي. جرب كل اسبوع حاجة جديدة حتى لو صغيرة، المهم انك تجرب. الغلطة السابعة محيطك بيأثر عليك أكتر مما تتخيل. لو حواليك ناس سلبية هتبقى زيهم، ولو حواليك ناس بتشتغل وبتحاول هتتشحن بالطاقة وتبقى زيهم. خليك عارف إن أقرب 5 أشخاص ليك هم دول اللي بيحددوا مستقبلك. ابعد عن الناس اللي بتسحبك بتحت وقرب من الناس اللي بترفعك وتديك دفعة لقدام. الغلطة الثامنة والأخيرة إنك عاوز كل حاجة بسهولة، عاوز تنجح بسرعة، عاوز تخس بسرعة، عاوز تتعلم بسرعة، بس أنت مش عارف إن النجاح الحقيقي بياخد وقت، زي الشجرة اللي بتزرعها وتستنى عليها علشان تكبر وتطرح. امازون خسرت كتير قبل ما تنجح، KFC اترفض اكتر من 1000 مرة. الناجحين استمروا وانت كمان لازم تستمر وتحرك كل يوم خطوة حتى لو كانت صغيرة. دي كانت 8 اخطاء بسيطة بس بتأثر جامد. اعرف انت بتقع في انهي غلطة وابدأ بواحدة بس وابعد عنها. التغيير مش بيجي في يوم لكن بيبدأ في لحظة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. قول لي في الكومنتات انهي غلطة كانت بتأخرك وايه اول خطوة هتعملها النهاردة. ما تنساش اللايك والشير علشان الفيديو يوصل لحد محتاجه، واستناني في فيديوهات جاية اقوى بكتير. مع السلامة.